بص يا حبيب قلبي، انا عارف ان انت بتعمل كل حاجة، وعارف ان انت بتفرك ليل ونهار، وعارف ان انت شغال شغلانة واتنين وجايب اخرك، والله العظيم عارف كل ده. بس انت مهمل اهم نقطة في الموضوع كله، وهو ربنا سبحانه وتعالى. طب اقول لك ايه الحل. والله العظيم الحل في انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى، تدي لربنا وقت زي ما انت مدي لكل حاجة وقت، وتشكر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم. انت ممكن تكون بتعمل كل حاجة في الدنيا، ممكن تكون فعلا بتسعى بما يرضي الله عز وجل، وتشغل شغلانة واتنين وتلاتة، بس مش مكفي. ليه؟ لأنك ما بتشكرش نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ادي لربنا وقت للشكر سبحانه وتعالى على النعم. يا باشا انت لو قعدت تشكر ربنا ليل ونهار لحد يوم القيامة، ده مش هيكفي نعمة واحدة بس ربنا أنعمها عليك، وهي حتى نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة اللمس أو نعمة أي حاجة. فأنا والله عارف إن أنت تعبان وإن أنت جايب آخرك وإن أنت بتسعى وبتعمل اللي عليك، بس ربنا مش معطل حالك. ربنا بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وربنا بيقول وقليل من عبادي الشكور. مستحيل يكون القليلين اللي من عباد ربنا الشكورين دول، مستحيل ربنا يشقيهم في الدنيا، مستحيل ربنا يخليهم عايشين مهمومين ومغمومين ورزق متقيد ورزقك على قدك، ومش عارف تفتح على نفسك باب رزق، ومش عارف تفتح على نفسك ابواب خير كتير. فربنا سبحانه وتعالى محتاج ان انت تحمده، تشكره، تديله وقت كفايه، زي ما انت مدي وقت كفايه للشغل، زي ما انت مدي وقت كفايه لكل حاجه، اللعب، لخروج، لسهر، لفسح، لاصحابك، لكل الكلام ده. ادي وقت زياده لربنا سبحانه وتعالى، واشكر نعم ربنا عليك، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. كتير جدا والله العظيم، اقسم بالله نعم ربنا علينا. فاشكر ربنا وربنا هيكرمك. سلام عليكم.